دولة كابيتاليزم بيلان كرنا ويجو بدار زوره همو جلن رسن يجو هرم رجالات نافين يجو نواندا شهرستانية ديمقراطيك بدار زوره كوچبر كرنا جبوكو كانبر بيلانو كومبلين خاب بيك بينن اف خلقن هري داوينا يا كومبلان نونتوي گل سر ربر گل كرد داغو اراده ربر گل کرد در زندان امرا لیدابش کینن کسایتی ربر آپو دکن آرمانج جبوی وکه همو گل رسن همو گل سوریه همو گل رجالات ناوی به تایبتی جن یگوهرو خبر خستن کرنه تکوشینا خاد ماشینن دشی ذهنیت داگرکریه و ذهنیت قرکرنه و ذهنیت قرکرنه جنا یگو ماشینن جبوی وکه ام حاول دتن گو آستا تکوشینا خاب ماشینن و بلند بکن جبو کانم رل پیشاوی شری قرکرنه بگرن جبو کانم رل پیشا داگرکریه بگرن جبو کانم آشتی و آرامی و دموکراسی الهرم پیک بینن جبوی وکه بانگوازی مشتوی انسان گو خا مروف دبینه خا آزاد دبینه جبوی آزادی و دموکراسی و تکوشین دکه جبو آشتی و آرامی الهرم پیک وره جبوی وکه بانگوازی مشتوی سازی مافه مروفان رهای بانگوازی مشتوی جواکا نونتوی رهای یا گو مجلس اولکاری رهای گو رد پیشاوی شری بگرن جبو گو او دور پیش کرنا گو سر حریم ما هاتنا فرض کرن حریم شهبه و حریم جزیره گو هاتنا فرض کرن تاوی کردستانی ایرو گو شرکی قریش تیما شاندن شرکی بی اخلاقی تیما شاندن جبو گو امکانه بر رل پیشاوی شری بگرن بانگوازی مشتوی مروفان رهای داگو تاک آستا تاکوشینا خوابلند بکن تاگو داغو گو تبلیغ پیوژه ببین جبو گو امکانه بن رد پیشا ویشاری بگرن رد پیشا قرکرنه بگرن قرکرنا جواکه تاوایی بگرن به تایبتی جی قرکرنا جنه بگرن رد پیشا کشتنا جنه بگرن جبوی وکی جی ام حاول دنگو آستا تاکوشینا بلند بکن بگو ام خودی بریارن گو ام برخدانیه بلند بکن آستا برخدانیه بلند بکن آستا تاکوشینا خواب بلند بکن داغو حیا گو ام وگرن جواره خا برنگ کی آشتیانه و دموکراسی و آرامی پیک وره و آزادی ربر آپو ام پیک بینن بيجي بسروق جيان نابه بسروق جيان نابه مناهضة العنف والاحتلال وإبادة المرأة لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة. ونحن باسم مبادرة المرأة في شهباء نحيي يوم العالمي في 18/12 لمناهضة لحماية حقوق المهجرين في العالم. ودائما وأبدا في العالم يحصل النزاعات والحروب آلة القتل والدمار تستهدف البنى التحتية وجميع أفراد المجتمع والإنسان والطبيعة والبيئة. وفي خلال هذه الأزمة التي عصفت بالبلاد في سوريا وفي منطقة الشرق الأوسط تم تدمير البنى التحتية واستهدفت جميع موارد الطبيعية والبشرية ومنها المجتمع والشعب السوري الذي أصبح ضحية هذه المعاناة وهذه الفوضى الخلاقة التي سيرتها الحرب الدائرة والنزاع الدائر فيما بين القوى العالمية التي تدير هذه الحرب من أجل حماية مصالحها وتحقيق أهدافها ومخططاتها التي خططتها لتحاول السيطرة على موارد التي موجودة في سوريا. والآن ونحن كشعب السوري وكالمجتمع السوري تعرضنا إلى كافة المعاناة من القتل والتدمير والتعذيب والتشريد والانقسام في بين هذا المجتمع. وتوجه الشعب السوري بكافة أطيافه ومكوناته إلى الحدود ونحو المجهول وكثير من الضحايا غرقوا في البحر وكثير من الضحايا تم قتلهم في الغابات بيد العصابات والمافيا التي شكلتها هذه الأنظمة لتستهدف الطاقات وقوات الطاقة والقوى التي تمتلكها الشعب السوري والموارد الموجودة في سوريا لكي تسير هذه الحرب. وبشكل خاص استهدف المجتمع السوري والمرأة بشكل خاص استهدفت كافة طاقات المرأة وتعرضت المرأة إلى التعذيب والقتل والتشرد وتم تدمير بيت منزلها وتم تدمير عائلتها وقتل أبنائها وزوجها ودمار كافة مستلزمات الحياة التي كانت تعيشها بشكل سلمي في هذه المنطقة. ونحن كمبادرة المرأة
نداؤنا إلى كافة النساء في هذه المنطقة وإلى كافة الإنسان الذي يناضل من أجل الحرية والديمقراطية والسلام أن يتضامن وأن يتكاتف في أن نحد من هذا الصراع، أن نحد من هذه الحرب، وأن نناهض من أجل العنف والقتل والدمار، وأن نحاول أن نوقف هذه الحرب، لأن هذه الحرب تدمر بكافة مستلزمات الحياة الموجودة في المنطقة. الدول التي الموجودة في المنطقة تحاول دائما أن تطير من عمر هذه الحرب لكي تستهدف وتستنزف جميع طاقات والموارد البشرية في المنطقة، وخاصة في هذه الأزمة التي باتت ووصلت إلى نهايتها، وحتى الآن ليست هناك أي بادرة أمل لحل الأزمة الموجودة في المنطقة، الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الموجودة في المنطقة التي تعاني منها كافة أفراد المجتمع، وخاصة المرأة بنشاطها بنضالها وبكفاحها استطاعت أن تنظم نفسها وتحارب وتكافح هذه الذهنية العقيمة وهذه الأساليب العنف الممارس بحقها. ونحن كتنظيم مبادرة المرأة في هذه المنطقة نداؤنا إلى كافة النساء وإلى كافة أفراد وإلى كافة الشخصيات التي تناضل من أجل الحرية والديمقراطية وإرساء السلام في المنطقة، وخاصة في هذه الأزمة المفروضة علينا، وهذا الحصار المفروض علينا المخطط من قبل الأنظمة الموجودة في المنطقة، وخاصة الدول الضامنة في المنطقة مثل روسيا وأمريكا وإيران الموجودة، التي فرضت الحصار على مناطقنا بقطع جميع موارد ومستلزمات الحياة الضرورية لكي يعيش شعبنا في هذه المنطقة بقدر الإمكانيات الموجودة. ولكن هذه الإمكانيات أيضا فرض علينا الحصار الجائر من قبل النظام الموجود في المنطقة، النظام السوري والدولة الروسية التي تحاول أن تكسر إرادتنا لعدم مقاومة الاحتلال والعنف الموجود في المنطقة. لذلك نداؤنا إلى كافة النساء ونداؤنا إلى المجتمع الدولي والمجلس الأمن بأن يحد من هذه بأن يحاول أن بهذه المفاوضات يحاولوا أن يحل هذه الأزمة، وأن يفرضوا ويضغطوا على الدول الموجودة في المنطقة بفك الحصار بفك الحصار وإنهاء هذا الصراع من أجل استقرار الأمن والاستقرار في المنطقة وتحقيق السلام في المنطقة. بیجی برخودانا شهبا، بیجی برخودانا شهبا، بیجی برخودانا شهبا، بیجی برخودانا شهبا. جن جیان آزادی، جن جیان آزادی، جن جیان آزادی، جن جیان آزادی، جن جیان آزادی.